الفنانة السعودية افتتحت مطعما لها بحي البوادي بمدينة جدة غرب السعودية تشرف على إدارته بنفسها، إلا أن متدينين متشددين اعترضوا عملها ملحقين بها أذى معنويا وجسديا. الزميل عزام الخديدي وهذا التقرير من جدة. ليس هذا مشهدا تمثيليا تقوم بأدائه الفنانة السعودية وجنات الرهبيني التي عرفت من خلال مسلسل طاش ما طاش بدور أم أيمن، هذا قبل أن تكون بطلة لدراما حقيقية شاركها البطولة فيها شبان متدينون صالوا وجالوا مرارا على مطعمها الخاص معترضين على عملها فيه، والحجة الحاضرة دوما أنها تعمل في وسط مختلط، ما جعلها عرضة للأذى الجسدي والمعنوي من قبل هؤلاء الذين لم تنفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تثبت صلتها بهم. من واحد يخش عليك وانت قاعد مع زبون بتبيع ويقول لك يا فاجرة يا قليلة الحير. الفنانة السعودية افتتحت مطعما لها بحي البوادي بمدينة جدة غرب السعودية تشرف على إدارته بنفسها، إلا أن متدينين متشددين اعترضوا عملها ملحقين بها أذى معنويا وجسديا. الزميل عزام الخديدي وهذا التقرير من جدة. ليس هذا مشهدا تمثيليا تقوم بأدائه الفنانة السعودية وجنات الرهبيني التي عرفت من خلال مسلسل طاش ما طاش بدور أم أيمن، هذا قبل أن تكون بطلة لدراما حقيقية شاركها البطولة فيها شبان متدينون صالوا وجالوا مرارا على مطعمها الخاص معترضين على عملها فيه، والحجة الحاضرة دوما أنها تعمل في وسط مختلط، ما جعلها عرضة للأذى الجسدي والمعنوي من قبل هؤلاء الذين لم تنفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تثبت صلتها بهم. من واحد يخش عليك وانت قاعد مع زبون بتبيع ويقول لك يا فاجرة يا قليلة الحير.